صباح الجمال والحلاوة والطعامة والمحاشي الجميلة. ألف هنا وشفا. ناس كتيرة جدا. طبعا قلبهم عليا وكتر ألف خيرهم بيقولوا لي وفري، بلاش تكلفي الأكل التكاليف الجامدة دي. آه، أنا يا جماعة مش باخد أي نصيحة وأحطها تحت رجلي، بفكر فيها كويس. طيب أنا لو وفرت، أنت كعميل هتوافق إنك توفر معايا؟ طيب خلينا ناخد مثال، ده طلب خارج لنفس العميلة. العميلة طالبة إن حاجتها تتقسم على طبقين. سعر الطبق المفروض لو أنا كنت حطيته كله في طبق واحد أو في علبة واحدة 4 جنيه ونص. طيب إحنا دلوقتي اتحطينا في موقف إن إحنا هنقسم الكمية على طبقين، فهنجيب طبقين. بس بقى مش للكمية كلها، لا أقل شوية، بدل ما الطبق بياخد كيلو هياخد 750 جرام، فجبنا طبقين زي ما انتوا شايفين كده. حلو كده. طيب الطبق اللي هو الصغنن ده شوية تمنه كام؟ 4 جنيه. كده أنا اتكلفت، بدل ما كنت هدفع في الأطباق 4 جنيه ونص لطبق واحد يشيل الكمية كلها، عشان خاطر العميلة ناوية تعمل جزء وتشيل جزء تاني، اضطريت إن أنا أدفع 8 جنيه في الأطباق، بدل 4 ونص بقى 8 جنيه. احنا بنتكلم في ضعف المبلغ تقريبا. طيب ايه تاني؟ الاسترتش، بدل ما كنت هغلف علبة هغلف علبتين. طيب ايه بقى الوضع يا جماعة؟ انتوا ما بتوفروش في طلباتكم. نيجي نتكلم على عميلة تانية عندها عايزة الحاجة بتاعتها نو واي تتعمل بزيوت او بسمنة مهدرجة، لازم تتعمل بسمنة بلدي اصلي فلاحي حلو جميل. هوفر فيها ايه بقى دي؟ ايه اللي يتوفر فيه؟ السمنة البلدي ايه مجال التوفير فيها؟ انك تجيبي سمنة مخلوطة او سمنة مغشوشة؟ طب ما كده يبقى احنا ما عملناش حاجة. لو العملاء نفسهم هتوافق على مبدأ التوفير وان هم يرضوا بالاقل، انا كمان هوفر في التكلفة وهبيع بسعر اقل. لكن غير كده انا ما اقدرش اعمل. فكروا كده، لما انت تكون كل طلباتك اللي في الاوردر مكلفة، دي بس العميلة طلبت ان احنا نقسم الحاجة على طبقين، كلفتني في التغليف ضعف الثمن. التغليف بتاعها لو انا مخططة ان انا التغليف بتاعها يكلفني 10 جنيه مثلا، هي كلفتني 20. طيب هي ايه الوضع بقى؟